من غير بقى فرن ومن غير ردة ومن غير فرهدة. تعالوا نشوف عملنا العيش دوت جميل، العيش الشامي او العيش الابيض عملناه في البيت والله العظيم. يعني يا دوبك بس خد وقت الخميرة فقط لا غير، يعني نقولي نص ساعة كده وتبقي يا وزة مالية البيت عندك بالعيش والخير، من غير ردة ومن غير فرن ومن غير بهدل. طبعا زي ما انتوا عارفين انا قايله لكم الفرن بتاعي كان بايظ، بس على مين رحت قلت والله ما انا قاعدة برضو ولازم اخبز، يعني لازم اخبز في الطاسة. وعملت احلى عيش ابيض زي ما انتوا شايفين ما شاء الله. شايفين من جوه عامل ازاي؟ تعملي فيه احلى سندوتشات بقى ويا سيدي على الجمال. عاوزه اقول لكم والله كل ده ما غاب نص ساعه. صليتوا بينا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. يلا بينا نبدا الفيديو ونسمي الله ونشوف عملنا ايه. معانا هنا كيلو من الدقيق ونخلته كويس جدا جدا جدا. صليتوا بينا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. ما تنسوش بقى يا جماعه تحطوا لنا لايك للفيديو كده، تشجعونا تشجيع حلوه في الكومنتات. واللايك بتاعكم دوت هو الدعم الوحيد ليكم اللي انتوا بتعملوه معايا، فما تنسوش بقى تحطوا لنا لايك عشان اعمل لكم ان شاء الله فيديوهات تانية حلوه كتير. زي ما انتوا شايفين بقى ايه، نزلت بكيلو من الدقيق وعليهم شويه ملح صغيرين وعليهم شويه من الخميره، نص كيس خميره مثلا يعني. انا حطيت هنا حوالي معلقه ونص. صليتوا بينا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. بحبكم جدا في الله. عايزه اقول لكم احنا كنا مفرهدين نفسنا قوي في موضوع العيش اللي هو بالرده، ونقعد قدام الفرن ونضيع وقت بالساعات هو ده حاجه وده حاجه. الفرن الفرن قال العيش اللي قدام الفرن وبالرده طبعا حاجه، يعني يعني ما نستغناش عنها، كلنا احنا عارفين. ده بقى العيش دوت اللي على الطاسه، ده العيش السريع او العيش الابيض او العيش اللي هو من غير رده، اللي هو زي العيش اللي بيقولوا عليه الشامي كده. فاهمين باي نوع دقيق، يعني اي نوع دقيق بلدي او نوع الدقيق اللي هو الزيرو الفاخر مثلا، عشان في ناس مش عارفه يعني ايه زيرو. طحين فاخر او طحين بلدي. صليتوا بينا على النبي عبد الصلاه والسلام. معلش يا جماعه عندي برد بقى استحملوا صوتي شويه. المهم نزلت بقى بيهم كده الخميره والميه والملح، ونخلت الكيلو الدقيق معانا ونزلت عليه بقى بميه ايه دافيه كده، يعني زي دمعه العين. على قد ما تقدروا بقى تخلوا الميه تبقى دافيه في الشتا دايما العجين، علشان يبقى ايه الخميره تتفاعل كده ويخمر بسرعه معاكي ويبقى حلو. صليتوا بينا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. عايزاكم بقى تقولوا لي بتتابعوني من انهي بلد في الكومنتات، عشان دي حاجة بتسعدني جدا. بحب اعرف متابعيني منين. اكتر المشاهدات بتجيلي طبعا من الدول الخارجية ومن مصر ومن المغرب، حبايب قلب المغرب والسعودية وقطر والامارات وكل الدول الجميلة اللي بتتابعني دي. بحبكم جدا في الله وبشوف مشاهداتكم وبعرف المشاهدات بتاعتكم. بس انتوا قولولي اللي بيشوفني مثلا من اي مكان يقول لي انا بشاهدك من محافظة كذا او من دولة كذا، عشان ده بيساعدني جدا. صليتوا بينا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. المهم بقى بفضل ايه اعجن كده لحد ما اخلي العجينه ايه العجينه بتاعت العيش العاديه اللي احنا عارفينها كلنا. بس فرق ايه ان احنا هنفرد بطريقه اسهل شويه من المطرحه او من الحاجه اللي احنا بنفرد عليها العيش اللي هو بالرده. وفي نفس الوقت هنعمله على الطاسه وعلى البوتاجاز من غير فرن ومن غير اي حاجه. والله العظيم زي ما انتم شايفين كده وسامعين، ان شاء الله هنعمله من غير فرن ومن غير اي حاجه وعلى البوتاجاز. بصوا بقى هنا خلصت عجنتها. يا دوبك اللي هي تلاقيها ايه خلاص اتلمت كده والطشت او العجان معاكي نضيف كده، اعرفي ان هي كده خلاص تمام وزي الفل. صليتوا بينا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. صلوا على النبي يا جماعه في الكومنتات كده. واللي اول مره يشوف القناه بتاعتي ما ينساش يعمل لي اشتراك للقناه عشان كل ما انزل فيديو يتفرج عليه، وفي نفس الوقت اعملوا اشعار للفيديو. اعملوا الاشعار على الكل عشان كل ما انزل لكم فيديو ينزل لكم ايه اشعار جديد. بصوا بقى بقول لكم هنا العجينه اتلمت كده خالص اهي. هبدأ بقى ان انا اغطيها بشوية من الدقيق وبعد كده كيس وبعد كده اغطيها كويس جدا وادفيها بفوطة او اي حاجة عشان الجو شتا وتخمر معانا بسرعة. تمام تمام. رحنا بقى شلناها وجبناها بعد ما خمرت. قعدت حوالي نص ساعة، ما خبيش عليكم ليه بقى. يعني الدنيا برد شوية. وفي نفس الوقت انا طلعت كده بره جبت شوية حاجات وجيت، فعلى ما جيت لقيتها خمرانة زي ما انتم شايفين كده. اصلا الخميره الفوريه ما شاء الله مع الميه الدافيه بتخلي العجين يجي بسرعه، يعني يخمر بسرعه. تمام تمام. بعد بقى ما خمرت كده رحت جايبه بقى صينيه ورش عليها شويه من الدقيق. هتشوفوا كل حاجه دلوقتي، هفاجئكم انا هبهركم. اصبروا بس عليا. والله العظيم صدقوا انا جربت العيش اللي بالمطرحه والعيش اللي هو بالبوتاجاز ده، طلع ان عيش البوتاجاز ده اسهل
ويا سلام بقى لو عملتيه كده الصبح، يعني لما تعملي مثلا اعملي كيلو، اعملي كيلو ونص، ما تكتريش يعني، عشان هو لما بيبيت او بيبرد مش بيبقى حلو زي ما يكون طازه. ومعاه بقى بطاطس، معاه طعميه سخنه، ياه يا على الجمال بجد، بيبقى حلو قوي. انا كنت رحت بقى جبت الطعميه وجيت وقلت بقى ايه على ما يخمر، جه بقى لما جيت لما خمر رحت جايه مقطعاه بقى ايه قطع صغنونه كده، مش صغنونه قوي يعني، كبيره عن القرص كده بشويه، عارفين ان انتوا تقطيعه القرص اكبر منها كده بشويه. ورحت بعد كده رحت قطعتهم كلهم، عملوا معايا حوالي 6 رغيفة، حلوين يعني، حلوين على قد الفطار، وكانوا سخنين كده وطازة وجميل. طب والله العظيم ريحتهم حلوة جدا. صدقوا بقى انا جربت اعجنه بلبن، بس انا قلت المرة الجاية ان شاء الله اعجنه بلبن، لان انا عارفة ان في ناس كتيرة بتعجن العيش بلبن، بجد بيبقى تحفة تحفة تحفة. هعمله مرة بلبن معاكم وهنشوف هيعمل ايه. بس بصراحة والله العظيم ده كان طعمه جميل جدا، مع اني ما عملتش فيه حاجة يعني جديدة عن العيش التاني، بس لا حسيت ان طعمه حلو على الطاسة، ومخبوز حلو برضو في نفس الوقت، شكله كان جميل كده ويفتح النفس بجد والله. بصوا بقى هنا بوريكم اللي هو اتعمل معانا الكمية قد ايه. بعد كده بقى حطيتهم بعد ما قطعتهم على بعض كده وغطيتهم تاني، وسبتهم مش اقل من ربع ساعة في الساقعة دي، غطيهم كويس جدا عشان يرفعوا كده معانا. بعد كده جبت واحدة ورا التانية فردتها كده، افرديها فردة عادي كده بالبتاعة ديت او بايديكي عادي، مش مستاهل، هو اصلا التقطيعة صغيرة مش كبيرة. وزي ما انت شايفة كده، وعلى طاسة سخنة، لازم تروحي الطاسة تكون سخنة، مش تستني لما تسخن، لا كأنك مسخنة الفرن كده وبتخبزي. تخلي الطاسة سخنة جامد، وتحطي بقى العيش زي ما انت شايفة كده، يا سيدي على الجمال، والله العظيم ما شاء الله بجد تحفة تحفة. وكنا منبهرين بيه وبجماله وبشكله. وعاوزة اقول لكم بقى مع الطعمية والبطاطس المحمرة، يا سيدي يا سيدي على الجمال، بجد حاجة من الاخر، فاخر من الاخر. شايفين؟ شايفين؟ ولا تقولوا لي بقى ردة ولا بهدلة، ولا نقعد قدام الفرن بالساعات، وهاتي يا بت مقص وقطعي، وانت يا بت اقعدي لدني. شايفين ما شاء الله حاجة كده بتحكي عن نفسها يعني شوية. وعايزة اقول لكم العيش بصوا جاب اخر، حامل في 9 اشهر، طب في 10 شهور ولا سنة كمان. بصوا بقى هي ديت الرغيف التاني. عاوزة اوريكم ان تقلبي شوية بشوية، يا بس خلي الطاسة سخنة، يعني هاتي الطاسة وسخنيها جامد، واقلبي العيش مرة هنا ومرة هنا، هتبصي تلاقيه بقى بينفخ معاكي وجميل كده، ما شاء الله بجد حلو جدا وعجبني جدا. اول مرة اجربه بصراحة، بس حلو قوي وفكرة جميلة وسهلة. وقولي مين فيكم جربها قبل كده. بصوا بقى بعد ما خلصت، اوعوا تفكروا ان هو عجين، لا ده انا بصوا عايزه اقطعها بس سخنه، لسه مطلعه دي من على الطاسه، شايفين لسعتني سخنه قوي، بس جميل وريحته تحفه ما شاء الله. ريحه المخبوزات في الشتاء كده في البيت ريحتها جميله وبتدفي، والله جميله قوي قوي. بصوا هنا، بصوا قلب العيش، ما حدش يقول لي ده عجين، بصوا قلبه، بصوا فاضي ازاي، قلبه فاضي كده، قلبه ابيض زي حالتي والله. بصوا كده، بصوا فاضي ازاي، زي قلوبكم البيضه كده. بصوا شمعة منورة، بافتة منورة اهو، قلبه فاضي كده وجميل وابيض وخفيف، ومش تقيل ولا معجن، الحمد لله. بجد شطورة شطورة. حطولي بقى في الكومنتات وقولوا لي شطورة شطورة ولا لا. لايك للفيديو، بحبكم في الله، اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد على خير.